صراحة من قمة الغباء أنك تكون إنسان باغي تخدم على حياتك، باغي تزيد لقدام، باغي دير الفلوس، ولكن كتجلس مع 4 الناس اللي القمة ديال الطموح ديالهم هما دار طوموبيل بكريدي، خدمة مع الدولة 7000 درهم وتيتي نيني يا مومو حتى التقاعد. بنفس المنطق قمة الغباء تكون باغي تقرب من الله، باغي تصلي الفجر في الجامع، باغي تصلي الفرائض، باغي تصلي النوافل، تقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن كتجلس مع ناس كيامنوا بديك المقولة ديال الإيمان في القلب، إن الله غفور رحيم، كيقصروا نهار السبت إلى آخره. هذا واحد المبدأ قليل الناس كيهضروا عليه، وهو مبدأ حماية الأهداف. إذا كان عندك واحد الأهداف باغي توصل لشي حاجة فضروري خصك تحميها أول حاجة من الناس اللي كتجلس معاهم. ما يمكنش تجلس مع ناس كيجروك لتحت ولكن انت باغي تطلع للفوق. وهنا ما كنهضروش على ناس اللي فايتينك في النيفو، تقدر تكون انت غير سيكوريتي ولكن باغي تخدم على راسك، باغي تطور من راسك، وكتجلس مع ناس اللي فوق منك مهندسين او لا اطباء الى اخره، ولكن العقليه ديالهم عيانه كما تنقولوا، وغيبقاو غير كيجروك ويخليوك جالس في بلاصتك. هنا كنهضروا على ناس اللي كيحاولوا تشالنجيو الافكار ديالك، اللي المواضيع اللي كتهضروا عليها كيكونوا افكار ماشي ناس، ماشي احداث الى اخره.